من كام يوم عملت فيديو عن الراجل النرجسي. فدخل متابع محترم بيقول لي يعني كل حاجة الراجل النرجسي ما سمعتوش عن الست النرجسية. فأنا رحت شفت أدور على الست النرجسية. في ست نرجسية، بس ليه الست النرجسية ما عليهاش التركيز قوي؟ عرفت بقى السبب. الحقيقة ان الراجل ما بينجذبش للست النرجسية، وعشان كده هي مش بتسبب مشكلة غير لنفسها. فعشان كده ما بنقولش ست نرجسية ست نرجسية، لان اغلب الرجالة ما بتحبش الست النرجسية، واغلب الرجالة هم النرجسيين، والنرجسي ما يحبش النرجسية. الست بقى العكس تماما. الست تنجذب جدا 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 للراجل النرجسي، واغلب الستات هما اللي بيعملوا من النرجسي ده مشكلة اكبر. فكده تبقى المشكلة في الست اكتر من الراجل، لان الست هي بيقولوا يا فرعون من فرعنك، معرفش ايه، مش عارفة بقية المثل. المهم يعني ان الست هي اللي بتنمي، سواء الام بتنمي التربية دي عند ابنها وبتخليه نرجسي، او الزوجة او الحبيبة او الصديقة. الست دايما هي اللي بتخلي الراجل النرجسي ده يزيد في نرجسيته. طيب ايه بقى اللي بيخلي الست تنجذب للراجل النرجسي؟ لان الراجل النرجسي بيكون هدفه الرئيسي في القعدة هو جذب الستات بأي طريقة بقى، بالفشر. بعدين عنده منيو في الحلو والحادق والسبايسي وكل حاجة عنده. الراجل عنده منيو لكل المعاملات. فتلاقيه قاعد يعني ياخد باله كده ان الست دي بتحب الرومانسي، يتقلب بسم الله الرحمن الرحيم لواحد رومانسي. يلاقي الست التانية بتحب الراجل القوي اللي هو حسين فهمي كده في نفسه، يتقلب يبقى حسين فهمي. هو راجل بتاع كل الأذواق، بيبقى كده وبيبقى كده وبيبقى كده حسب المنيو المطلوب. انتي بس اقعدي كده واموري يا ست الكل. عايزاك رومانسي رومانسي، عايزاك بتزعق وهيبة وبتاع، تمام، اوكي، عايزاك كل حاجة كل حاجة. وده طبعا لحد ما حضرتك تقعي في شباك. وقعتي بقى وحبيتيه، هتكتشفي بقى كل العقد النفسية واحدة واحدة كده، واحدة واحدة هتكتشفي ان كل اللي بيقولوا هاتش يعني فشر، وكل العقد الكامنة بداخله هتطلع وتظهر، وهيمارس عليكي كل الضغوط وان هو الباشا، والكون كله هو بيدور في فلكه وهو محور الكون زي ما قلنا قبل كده. فده كان رد سؤال اللي قال لي ليه مش بتتكلمي عن الست النرجسية وليه بتتكلمي عن الراجل النرجسي؟ كده نكتشف ان العيب في الست مش في الراجل، ان الست بتحب الراجل النرجسي وله حظ وفير مع الستات. والراجل المحترم الكويس اللي يستاهل بجد، اللي هو بتدوم علاقته اكتر في حالة الجواز، الا ان الست مش بتنجذب ليه، الا ان هي عايزة واحد يفشر عليها، عايزة واحد يعيشها في الامال والاحلام والحاجات البلا بلا بلا. فالست هي السبب، والست سواء ام او زوجة هي اللي بتعمل الراجل النرجسي.